قوة الحب والقبول، رحلة نحو السلام الداخلي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صوت جوايا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع من أهم المواضيع في حياة كل إنسان، موضوع ممكن يغير حياتك لو فهمته صح. مبسوطة إني معاه. هل عمرك سألت نفسك إيه آخر مرة قلت فيها لنفسك أنا بحبك؟ أو آخر مرة بصيت في المراية وحسيت بالرضا عن اللي شايفه؟ ولا أنت بتنتقد نفسك أكتر ما بتشجعها؟ النهاردة هنتكلم عن قوة الحب والقبول، وبالذات قبول الإنسان لنفسه، وهنكتشف مع بعض إزاي إن الحب الحقيقي لنفسنا هو أساس كل حب تاني في حياتنا. أول حاجة لازم نفهمها إن قبول الذات مش معناه إنك راضي عن كل حاجة فيك ومش عايز تتغير، لأ بالعكس. قبول الذات معناه إنك بتحب نفسك دلوقتي زي ما هي، وفي نفس الوقت بتشتغل على تطويرها من مكان الحب، مش من مكان الرفض. يعني من باب ان انا بحبها فعايزها تبقى في افضل حال، لكن مش من باب ان انا بكرهها وبرفضها. تخيل لو قدامك طفل صغير جدا وعمل غلطة، هل يا ترى هتضربه وتقول له انت فاشل، ولا هتحضنه وتعلمه الصح بهدوء؟ طيب ليه قبول الذات ده مهم؟ اهم 3 اسباب يخلوا قبول الذات مهم: انه بيحررك من سجن النقد الداخلي، يعني بيخليك ما تقعدش تسمع الصوت اللي جوانا اللي بيقعد ينتقدنا. بالعكس، أول ما بنقبل ذاتنا وبنحاول نطور منها ونحبها، الصوت ده بيهدى تماما، وبتبدأ تسمع صوت عن الحب والتشجيع. تاني حاجة لقبول الذات، بيخليك تدي حب حقيقي للآخرين، لأنك مستحيل تدي حاجة ما عندكش. لو مش بتحب نفسك هتلاقي صعوبة كبيرة جدا في إنك تحب الناس التانية بصدق، لكن لما تملى نفسك بالحب هتبدأ تفيض على كل اللي حواليك. تالت حاجة، بيديك قوة كبيرة عشان تحقق أهدافك. لو انت بتحب نفسك، ده معناه انك بتؤمن بيها، فبيبقى عندك طاقة أكبر للعمل والإنجاز عشان تحقق إمكانياتك الحقيقية. طيب إزاي نتعلم حب النفس ونقبل نفسنا وذاتنا؟ في كذا طريقة، هنقول منهم 5 خطوات أو 5 طرق أو 5 حاجات نحاول نضيفهم حاجة ورا التانية، لأننا طبعا لو ما كناش متعودين عليهم هيبقى صعب علينا إن احنا نعمل ال5 مرة واحدة. أول حاجة، نحاول نتكلم مع نفسنا زي ما بنتكلم مع أعز أصدقائنا. تاني حاجة، نعترف بإنجازاتنا حتى لو حاجات صغيرة. كل يوم نحاول نكتب في ورقة أو دفتر يوميات 3 حاجات عملناهم صح النهاردة، حتى لو حاجات بسيطة. ساعدت أي حد في أي حاجة، صحيت بدري النهاردة وبدأت يومي بنشاط، قرأت أذكار الصباح والمساء. تالت حاجة، نقبل كل مشاعرنا، مشاعر الحزن والفرح، الخوف، الغضب، المشاعر الإيجابية والسلبية الاتنين نقبلها. رابع حاجة، نهتم بجسمنا وعقلنا. الرياضة، أو إن احنا نتحرك، أو إن احنا نمشي،